هاي هاي ولكن الآن عندما نستخدم الماء يلا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. السلام عليكم يا شعبنا المقاوم، السلام عليكم يا غزة، السلام عليكم يا أمتنا العربية والإسلامية، السلام عليكم يا أحرار العالم، سلام الله عليكم يا مقاومتنا، سلام الله عليك يا أبا عبيدة. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. نحن اليوم نقف وقفة تضامنية، مؤسسات ونخب وأشخاص دفاعا عن غزة، وهذا أضعف الإيمان. نحن نقف اليوم حتى يصل صوتنا إلى غزة، إلى غزة الجريحة التي تعاني ألما وتعاني هذا العدو الصهيوني القاتل المجرم. نحن نعيش منذ يوم 7 أكتوبر العزة والكرامة، لكن هي مجبولة بالدماء والآلام، والله غالب على أمره، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. نقول لغزة: نحن معكم بقلوبنا، دعواتنا معكم. يجب على الأمة الإسلامية أن تنهض بمسيرات وأن تقوم بهذه البرامج دعما لإخوتنا في غزة وأهلنا في غزة الجريحة. نقول لهم: نحن معكم بقلوبنا ودعواتنا ودعمنا. قضية الأقصى هي قضية دين وعقيدة. يا غزة الخير إن النصر مرتقب، كالليل يعقبه صبح وإشراق، وتبقى الأقصى مع القرآن والدعاء، كالليل يعقبه صبح وإشراق. نبدأ الآن هذه الوقفة التضامنية مع القرآن الكريم والطفل المبدع عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أمنها ونساءها، أبنابها وأطفالها. اللهم عليك بالغينة الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هم بردا وسلاما عليهم. اللهم ردنا وشباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. وحد الشجعان، حكم الغاصب قدسي يخسى، جيش محمد في الميدان.
بلادي تونس والجزائر، يا كويت النخوة نادي، افدي صرخات الحرائر، افدي قدس الشهادة. يا منامات النخوة ويا رياض الشهامة، دوحة وابو ظبي اخوان احمي قدس الكرامة. حكم الغاصب قدسي يخسى، جيش محمد في الميدان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا مؤسسة نور القدس للمرأة والطفل والتراث الفلسطيني، وبالتعاون مع مؤسسات عربية وتركية جئنا لنرسل صوتنا إلى أهلنا في غزة، نتعاضد معهم ونقف معهم. هذا الشعب الصامد المقاوم، هذا الشعب الذي صبر كثيرا، الذي ضحى بكثير من أبنائه، ضحوا ببيوتهم، أبنائهم، دمائهم، أموالهم أمام مرأى العالم. هذه الجرائم التي تحصل من هذا المجرم القاتل إسرائيل القاتلة، هؤلاء الصهاينة الذين يدمرون البشر والحجر، إنهم مجرمون. ونطالب هنا في هذه الوقفة وفي كل مكان وفي الإعلام، ونطالب كل الدول العربية والإسلامية حتى الغربية أن تقف معنا إنسانيا، على الأقل إنسانيا، على أن نوقف هذه الإبادة. هذه إبادة شعب وليست مسلسل أو فيلم ننظر إليه ونتفرج ثم نذهب. هذه إبادة تحصل أمامنا وأمام مرأى ومسمع من العالم. نرجو من الجميع أن يتعاطفوا مع هذا الأمر، وكلنا يد واحدة حتى تحرير الأقصى وحتى دحر هذا الاحتلال الغاصب الذي اغتصب أراضينا ومقدساتنا. فلذلك لا نقبل بهذا، لا نقبل حتى تحرير الأقصى. فنحن هنا نقدم برنامج مع أخواتنا، مع إخواننا، مع أطفالنا الذين احتجوا على هذا الأمر، أطفالنا الذين يروا هذه المجازر البشعة والمناظر البشعة لا نستطيع أن نراها، يعني لا أستطيع أن أعبر أكثر من ذلك، لا أستطيع أن أعبر. قدمنا الآن برنامج فيه مسرح عرائس، برنامج فيه تمثيل صامت، برنامج فيه أناشيد، كلها تعبر عن هذه الغضبة التي نعلنها من هذه الأرض، من أرض تركيا. جزاهم الله خير وجزاكم جميعا خيرا، وشكرا جميعا، شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم.